طيب بالنسبه لماتش الاهلي وباتشوكا نفسه، في كذا نقطه بس كده عايز اتكلم عليها عشان الناس كلها مش ليله الكولر. تمام. هو ما كانش عنده رونالدو على الدكه وما قعده ونزل كهربا ده كان الحل المتاح عنده. طب ما فيش دكه يلام عليها كولر؟ اه يلام عليها كولر. يعني يلام عليها كولر، اه يلام عليها كولر. ليه؟ لان هو رفض يجيب بدلاء محليين للعيبه اللي موجوده. فمثلا انا هقول لك اهو، يعني لو اسامه فيصل كان موجود على الدكه مش كان هيبقى حل افضل؟ وكان يريح اسامه علي في ماتشات، او مهاجم صغير ودولي. انا عارف ان الحلول المحليه مش عاليه قوي، وان احنا جربنا وشفنا بقى لعيبه محليه كانت شكلها معقول في الدوري جت ما عملتش اي حاجه، زي شادي حسين وزي حسام حسن وزي احمد الشيخ وميدو جاب. الناس دي كلها شكلها كان معقول في الدوري، جت ما عملتش حاجه، ما قدمتش الاضافه يعني للفريق. بعدين ما تستحملش القصه دي كلها. مش بالكم، بالكيف. انا بقول لك اسامه فيصل، يعني بقول لك مهاجم منتخب يقول ايه. فكان مش كان هيبقى احسن شويه زيكو لو كان موجود؟ يعني انا مش متحمس قوي لصفقه زيكو الصراحه، عشان هو سنه مش غير قابل، يعني سنه 27 28 سنه، فده مش هيبقى اللي هيبقى قابل للتطور، يديك مده طويله يعني. وانا تجربه شادي حسين الصراحه بالنسبه لي تجربه مؤلمه يعني. ف بس الدكه دي اول مشكله عندك، كانت الدكه انت مش عارف تدعم. حسين الشحات مش حلو، طاهر مش حلو واتصاب كمان في الماتش، وسام ابو علي اجهد او ايا كان بقى سبب خروج وسام ابو علي، ما عندكش دكه، فدي حاجه بتلام عليها في الماتش. آه، دي نقطه. ضربات الجزاء، عايز اتكلم بس في ضربات الجزاء عشان بس ندي كل ذي حق حقه. ضربات الجزاء كما اعلم، واللي عنده معلومه غير كده يخلطني يصحح لي، ان الخمسه بيبقوا معروفين اللي هيشوطوا قبل ما ضربات الجزاء تبدا. الحكم بياخد لسته بخمس لعيبه هيشوطوا، مش مهم مين الاولى مش مهم مين التانية، بس دول اللي هيشوطوا. مفيش اي تعديل بيحصل على الخمسه. ففكره ان واحد مش من خمسه يدي كتف، لا مؤاخذه سلاح كتف كده عشان ما تلعبش وانا اللي هشوط، ده ما بيحصلش. ده مش ممكن كان يحصل. كهربا ممكن يكون كان هيشوط الخمسه ودخل شاط الرابعه عشان خايف ان لو علي عمر كمال جاب الرابعه الماتش يخلص فما يشوطش، وحب هو يبقى جاب الجون الفوز. اه ده ممكن يحصل، وانا مصدق ان ده ممكن يحصل. هل كهربا شاط بيلين وحش؟ كهربا ما شاطش البيلين وحش، ركنها في زاويه، ما ركنهاش بقى ضعيفه ولا في نص الجون ولا في القصه دي كلها. خلاص. هل كهربا اصلا متميز في ضربات الجزاء؟ فهو دي اللي يلام عليها الجهاز الفني حضرتك، مش هو. الجهاز الفني بيلام في ضربات الجزاء في ترتيبه اللعيبه، في اللعيبه اللي اختارها، ان سام عمرو السوليه وبيرس تاوبر اصل هم نازلين لسه نازلين فما مش عارف ايه. لا ما فيش الكلام ده حضرتك، ما فيش الكلام ده. ده في ناس بتنزل ناس لعيبه مخصوص تلعب ضربات جزاء، بينزل قبل ضربات الجزاء يخش يشوط. هو كده. وكان عنده تغيير سادس، يعني كولر كان عنده تغيير سادس، دي حاجه انا بلوم عليها في الماتش. يعني امام عاشور مش عايز يشوط، امام عاشور مش عايز يشوط، وحقه انه حاسس انه مش هيجيب، مش عايز يشيل الليله. يبقى انت كنت تنزل رضا سليم او يوسف ايمن او اي حد على الدكه بيعرف يشوط. كان على الاقل شاط عن خالد عبد الفتاح، لا ما اقدرش الومه، ده شاط التامنه بعد السته، خلاص كله بقى شبه بعض. ف يعني دي النقطه بس اللي انا عايز اتكلم فيها يعني. ما تشيلوش الليله، شايلوا ان كان اداء وحش في الماتش. اه كان اداء وحش في الماتش، اداء اللي ما فيش لياقه. ما فيش لياقه. السرعه بتاعته والمهاره اللي كانت موجوده زمان اللي شفناها مع انبي ومع الزمالك ومع الاتحاد السعودي ما بقتش موجوده. ما بقتش موجوده، ده تتكلم معاه فيها. مش قصه مدخل يشوط الركله والقصه دي كلها، ده تلومه انت ليه مش موجود. ما علينا، ما علينا. فدي النقطه يعني بالنسبه لقصه ايه ضربات الجزاء واللي فيها.